مروان السنادي يقول بأن حلمه الأكبر هو تمثيل المنتخب الوطني المغربي. ولكن من هو مروان؟ مروان السنادي مهاجم رأس حربة قوي بالبطولة الأسبانية ومن أهم المواهب بأسبانيا حاليا، والذي جلب وجذب العديد من الاهتمامات من مختلف الأندية الأوروبية. مهاجم بطول 192 سنتيمترا، قوي في الرأسيات، قوي بدنيا، تسديد قوي، لديه نجاعة هجومية قوية، وأكبر دليل على ذلك هو تسجيله ل11 هدفا في نصف موسم فقط في 20 مباراة بدوري الدرجة الثالثة في أسبانيا رفقة باركولذا الأسباني، مما جعل أتلتيكو بيلباو يريد ويرغب في ضم اللاعب بأسرع وقت بدون حتى من أن يكمل موسمه بالدرجة الثالثة الأسباني، مما جعل النادي الأسباني العريق أن يمضي مع اللاعب عقدا ممتدا ل4 سنوات حتى عام 2029 مع الموهبة المغربية التي قلت لكم بأنها أثارت اهتمام مختلف الأندية الأوروبية. نحن نعلم أن هناك عجز حاليا بالكرة العالمية في هذا المركز، وخصوصا ببروفيل هذا اللاعب. مغربي أسباني سنادي عبر وقال منذ يومين أن حلمه الأكبر هو تمثيل المنتخب الوطني المغربي. قولوا لي أنتم، هل يستدعي ولد الركراكي مروان السنادي في قادم الاستحقاقات رفقة المنتخب الوطني المغربي نجم أتلتيكو بيلباو الذي بدأ حديثا وسيقدم إن شاء الله مباريات قوية جدا؟ اكتبوا لي عن رأيكم في التعليق. لا تنسوا أيضا متابعتي زياد بن يوسف.